يا ترى مين هي كليوباترا الحقيقية؟ كليوباترا المصرية اللي من أصل مقدوني والمعروفة، ولا الشخصية اللي بتقدمها نتفليكس؟ فالتاريخ المصري عريق وملوكها أعظم، ورغم إن المسلسلات والأفلام الوثائقية اللي أنتجوها المصريين ذات نفسهم عشان يمثلوا حضارتهم تعتبر قليلة، لكن بقى هنلاقي الغرب اللي عمل عشرات الأفلام عن الحضارة المصرية القديمة، وفيها الصح وفيها الغلط. ده كمان الحضارة دي هي الوحيدة اللي ليها علم بيتدرس في جميع أنحاء العالم، والعلم ده هو علم المصريات. ويمكن بقى عدم دفاعنا عن الأخطاء اللي حصلت في الأفلام بتاعة الغرب عن تمثيلهم للحضارة المصرية ده اللي ادى ليهم الحق إنهم ينتجوا مسلسل ويكون وثائقي عن حياة الملكة كليوباترا اللي هنلاقي فيه إنه كله غلط. ده غير إنه بيساعد على تزوير التاريخ المصري وبيخدم مجموعة تانية من البشر هدفهم تزوير التاريخ المصري. فخلينا نعرف من هي كليوباترا الحقيقية وقصة المسلسل اللي يعتبر من الخيال لأنه لا يمت للحقيقة بصلة. أنا حنين الغريب ودي حكاية القصة. الملكة كليوباترا اللي اتوصفت إنها كانت جميلة وساحرة، لكن للأسف كل ده اتناقض مع الصور اللي وصلت لينا. لكن في الحقيقة إنها كانت بتبهر كل اللي قدامها بشخصيتها القوية وذكائها ومعرفتها لعدد كبير من اللغات ومعرفتها في أمور السياسة والحرب. دي كمان كانت بتفهم في الرياضيات والفلسفة والفلك، وكانت كليوباترا من أكتر الملكات إثارة للجدل في التاريخ، ونهايتها عبارة عن لغز مش معروف لحد الآن. ففي الحقيقة إن الملكة كليوباترا السبعة ما كانتش جميلة زي ما كان بيتقال عليها، وده اللي بيأكده شكلها على العملات المعدنية اللي كان واضح عليها ملامحها الحادة وصور التماثيل اللي موجودة. فكليوباترا اتولدت في مصر سنة 69 قبل الميلاد، وبالرغم من ولادتها في مصر لكنها في الأصل يونانية مقدونية. وكلمة يونانية مقدونية دي لوحدها تكفي بأن المسلسل اللي عملته نتفليكس كله غلط، وده لأن الملكة كليوباترا كانت بيضاء اللون ما كانتش سودة زي ما نتفليكس عملت المسلسل. ولو اتكلمنا عن أصل الملكة كليوباترا فبيرجع أصلها للملك المقدوني بطليموس الأول، وده حكم مصر سنة 323 قبل الميلاد بعد وفاة الإسكندر الأكبر. وفضلت السلالة المقدونية من بطليموس تحكم مصر لمدة 3 قرون، وكانت آخرهم هي كليوباترا السبعة بنت الملك بطليموس ال 12، واللي تولت الحكم بعد وفاة والدها وهي عندها 18 سنة، واتجوزت أخوها بطليموس ال 13 وهو عنده 13 سنة عشان تسيطر على الحكم، وقربت جدا من المصريين ومارست عاداتهم وتعلمت حتى لغتهم. والمفروض ان الملكه كليوباترا واخوها بطليموس ال 13 يحكموا مصر، لكن ده ما حصلش، وده لان كليوباترا قدرت انها تبعد اخوها عن الحكم وتنفرد بحكم مصر وتحط صورها على التماثيل والفلوس، بمعنى انها سيطرت على العرش. لكن في النهايه يحصل صراع بين كليوباترا وبطليموس ال 13 انتهى بهزيمه كليوباترا وانها تتحرم من عرش مصر وطردها خارج الاسكندريه. لكن بعدها قدرت الملكة كليوباترا إنها ترجع للعرش، وده كان بمساعدة يوليوس قيصر، وطردت أخوها وكانت السبب في موته غرقان في النهر. فالملكة كليوباترا كان ليها شخصية قوية وذكية، فقدرت إنها تبهر الملك مارك أنطونيو وتثبت ليه نفوذها وسلطتها، وده بدخولها لميناء طرطوس في بلاد الشام وهي لابسة ملابس الآلهة الإغريقية أفروديت، وكان جنبها 2 من الأولاد في صورة الإله كيبود، ومعاها سفينة مليانة بسيدات البلاط البطلمي عشان يقدموا الولاء لمارك أنطونيو وجيشه. ودخول كليوباترا بالشكل ده كان فظيع فعلا، وأكد المؤرخ الإغريقي سقراط إن حتى الأطباق وأدوات المائدة كانوا كلهم من الذهب، وجدران قاعة الطعام كان عليها لوجات وخيوط من الذهب والفضة. وفعلا قدرت الملكة كليوباترا إنها تبهر الملك. وزي ما قلنا ان الملكة كليوباترا كانت على علم بأمور الحرب، دي كمان كانت بتشارك في الحرب بنفسها مع جيشها من أرض المعركة. ومثال على ده لما ماركو أنطونيو دخل في صراعات كتير واستغل أكتافيوس كل ده، وحذر مجلس الشيوخ الروماني من سيطرة كليوباترا على ماركو أنطونيو، وده زي ما سيطرت على يوليوس قيصر قبل كده. وفعلا استجاب مجلس الشيوخ الروماني لأكتافيوس وعزلوا ماركو أنطونيو، وبعدها حصل صراع كبير بين أنطونيو وأكتافيوس، وكان دور الملكة كليوباترا هي قيادتها للسفن البحرية المصرية بنفسها، وكانت بتساعد أنطونيو في الحرب من أرض المعركة. ورغم كل ده لكن ما قدروش على جيش أكتافيوس، وانتصر على أنطونيو وكليوباترا في معركة أكتيوم البحرية سنة 31 قبل الميلاد.
وبعد الهزيمة دي قررت كليوباترا إنها تنهي حياتها، وقبل ما تموت بعتت رسالة لأنطونيو إنها هتموت نفسها، وقرر أنطونيو هو كمان إنه يموت بطعنه لنفسه. لكن لحد الآن الطريقة اللي كليوباترا موتت بيها نفسها مش معروفة لحد الآن. ودي كده تعتبر حياة الملكة كليوباترا باختصار، الملكة المصرية اللي من أصل مقدوني واللي حكمت مصر لمدة 21 سنة. ودي كل الحقائق اللي احنا لحد الآن بنعترف بيها. معرفتنا للحقائق دي والمؤكدة عبر مئات السنين واللي بتدرس في جميع أنحاء العالم بأن المصريين هم أصحاب الحضارة المصرية القديمة، وإن هم اللي عملوا كل الإنجازات دي، ومن ضمن الحضارة المصرية القديمة هي الملكة كليوباترا. بعد كل ده تيجي نتفليكس وتنتج مسلسل عن حياة الملكة كليوباترا اللي هدفه تزوير التاريخ المصري، وده لأنه بيطلع الملكة كليوباترا بأنها ببشرة سوداء، وده بيخدم مجموعة تانية من الأشخاص هم مجموعة الأفروسنتريك اللي هدفهم تزوير التاريخ المصري وإنهم يكونوا هم أصحاب الحضارة المصرية القديمة. ونسيب كل الأدلة دي ونصدق المسلسل اللي أنتجته نتفليكس واللي مبني على حلم من البروفيسورة هايلي. بتقول البروفيسورة إن جدتها جات لها في الحلم وقالت ليها إن كليوباترا كانت سودة ولازم تعرف العالم بالحقيقة دي. الموضوع فعلا مستفز إننا نبني حضارة كاملة وتاريخ لشعوب على حلم. فالموضوع كله عبارة عن تزوير للتاريخ المصري بشكل عام، وهدف الأفروسنتريك إنهم يجعلوا نفسهم أصحاب الحضارة المصرية القديمة. وده لو اتطبق فمعنى كده إننا المصريين اللي موجودين دلوقتي على أرض مصر نعتبر غزاة. لكن طبعا مع مئات الأدلة اللي موجودة هنلاقي إن كل الكلام ده غلط، وده لأن الأفروسنتريك هم العنصر الزنجي من البشر، ودول اللي معروفين ببشرتهم السوداء وشعرهم المجعد والرأس بين الطويلة والعريضة والفك البارز وعظام الخدين والعين البارزة والأنف العريض والعين الواسعة والأسنان الكبيرة. دول صفات الأفروسنتريك اللي بينتموا للعنصر الزنجي. الناس دي بقى بتقول بأن الحضارة المصرية القديمة هي حضارتهم، وإن العنصر الزنجي هو أصل الحضارة المصرية. دول كمان ما اكتفوش بادعائهم بأن الحضارة المصرية تبعهم، دول كمان بيقولوا بأن الحضارة المصرية ملكهم، وكمان الحضارة المغربية والقرطاجية كانت كلهم حضارات زنجية. والمسلسل بقى اللي انتجته نتفليكس بيدعم النقطه دي، بيدعم بان الافروسنتريك هم اصحاب الحضاره المصريه القديمه، وده كان من خلال انهم يصوروا الملكه كليوباترا ببشره سوداء. وكل ده طبعا ما هو الا عبث وتشويه عن التاريخ المصري، بمعنى تزوير التاريخ للافروسنتريك عشان يكونوا هم اصحاب الحضاره المصريه. لكن طبعا موجود مئات الادله اللي بتنفي الكلام ده تماما، وبتنفي اصلا وجود اي عنصر زنجي موجود في الحضاره المصريه. فالرسومات والنقوش اللي موجودة على المقابر والمعابد بتاعت ملوك مصر الفرعونية دي الوحيدة كافلة انها تنفي كل ده، لان موجود فيها تماثيل للملوك واللي بتبين نسبة الملامح اللي بين المصريين القدماء والمصريين اللي موجودين دلوقتي. ده غير ان ملوك مصر الفرعونية اعتبروا اصحاب البشرة السوداء بانهم كانوا العبيد، فازاي درجة العبد اترقى وبقى الملك وهو صاحب كل الانجازات دي؟ والاكيد ان المعظم هيقول ان المصريين اللي موجودين في جنوب مصر بيتمتعوا ببشره سوداء، لكن ده تفسيره بسبب ارتفاع درجه الحراره، لكن عمر ما كانت الملامح الزنجيه هي نفس ملامح المصريين اللي موجودين في جنوبها. وده اللي اكده معظم العلماء بان المصريين القدماء هم نفس المصريين اللي موجودين حاليا، لكن بيتدرجوا في اللون، وده اصلا بسبب التماثيل اللي وصلت لينا واللي بتبين الشبه ده. وعشان ننفي كل مزاعم الافروسنتريك ففي دراسات قدمت بحث بان الحمض النووي للمصري القديم بيماثل الحمض النووي للمصري اللي موجود حاليا بنسبة كبيرة جدا، وده اللي بيأكد مقولة بأن مصر تؤثر ولا تتأثر، بمعنى أن مع كل الاحتلالات اللي مرت على مصر من الإنجليز والتتار والفرنسيين والهكسوس كل دول أو حتى غيرهم، فضلوا دايما المصريين محافظين على نقائهم وما تخلطوش بيهم، ودايما كانوا محافظين على عاداتهم وتقاليدهم. ويعتبر الشعب المصري هو الشعب الوحيد اللي محافظ على نقائه، والسبب اللي ممكن نوضحه بأنهم عاوزين ينتموا للحضارة المصرية القديمة، وده لأن الحضارة كانت عظيمة فعلا، ولأن أي حد نفسه إنه ينتمي للحضارة دي، لكن هي هتفضل دايما للمصريين. ففي الحقيقة دي مش أول مشكلة تمر علينا، وده لأن مر على مصر كتير، وكل مرة كان بيتم اكتشاف شيء جديد عن الحضارة دايما كانوا بيقولوا كلام عكس الحقيقة. فمثلا كانوا بيقولوا إن اللي بنى الأهرامات هم الجان أو الفضائيين أو حتى العبيد، وده طبعا عشان يشوهوا صورة الحضارة، وإن الحقيقة كانت عكس كده تماما، أو إن المصريين كانوا عمالقة أو في لعنة فراعنة وحاجات تانية كتير.
والجديد بقى إن العنصر الزنجي هم اللي عملوا الحضارة المصرية، وكل ده ما هو إلا كذب وتزوير للتاريخ. فالحضارة المصرية هي ملك المصريين وملوكها هما أجدادنا، وعشان كده احنا دايما فخورين بيهم وبالحضارة اللي عملوها، وده لأن هي هويتنا الأولى والأصلية إننا مصريين.